فيه بعض الناس ينكر في غير محل الإنكار. يعني مثلا في صلاة الجماعة ساعات كده تلاقي واحد بيمر من بين الصفوف، بين صفوف المصلين، رأى فرجة في آخر الصف فيمشي من أمام المصلين، فتلاقي في واحد بيوقفه. ليه؟ لاعتقاده أن هذا يمر من أمام المصلي، وأن هذا لا يجوز أن يمر من أمام المصلي، وممكن تحصل مشاجرة. يعني أنا مرة في بعض المحافظات كنت بدي محاضرة، ولما خلصت المحاضرة ذهبت لأجدد وضوئي، المسجد كان غاصا بأهله. بعد ما توضأت عايز ألتمس مكانا لأصلي، لقيت مكان تحت السلم في بير السلم. فلما حاولت أن أمر أمام الصف الأخير عشان أصل لهذه الفرجة اللي هي في بير السلم، لقيت جماعة عواجيز كبار، واحد منهم مسكني من تلابيبي. حاولت أخلص نفسي منه، هتخانق معاه. المهم شديت نفسي منه كده، الرجل فضل طول الصلاة متغيظ عليا، وطبعا لأنه كان في الآخر خالص في بير السلم ما يعرفش ان انا المحاضر. فالمهم لما انتهت الصلاة لقيت الراجل جاي وعينيه بالطاق شرار، بقول لي انت ازاي تعدي من قدام المصلي؟ فقلت له هذا جائز، ده روى البخاري. قال لي لا بخاري ولا يحزنون، ما تقوليش بخاري النهاردة. فواحد قال له ده الشيخ ابو اسحاق اللي كان بيحاضر من شوية. استحيا الرجل، ما علمت أنه من مجلس الإدارة إلا وإحنا طالعين بقى في المجلس فوق وجايبين بقى الشاي والكلام ده. وجدت الراجل جاي يتأسف لي، فده لا عمال يقول لي لا بخاري ولا تقول لي بخاري ولا كلام، مش عارف أتفاهم معاه. طب الراجل ده لما وقف وزعلان وممكن تكون صلاته راحت عليه، ليه متغيظ عليا وعمال ينفخ طول الصلاة والكلام ده؟ طب هو لما تصدى لي وحاول أنه يمسك بتلابيبي في الصلاة، هل كان محقا؟ لا، لم يكن محقا. لا، في صلاة الجماعة يجوز للمرء أن يمر بين صفوف المصلين. من الذي يقول له قف؟ الإمام، لأن الإمام سترة للمصلين، فإذا أراد رجل أن يمر من أمام الإمام، الإمام يمنعه. لكن أن يمر من بين الصفوف حديث ابن عباس كما هو معروف عند البخاري وغيره. فالإنسان إذا تصدى وهو غير عالم على الأقل بالمسألة التي تصدى لها يحدث فساد كبير.